اخوان حبايب القلب، الله يسعد مساكم جميعا يا اخوان. طبعا اليوم انا ما كنت بدي اصور وما بدي انزل حلقة. تتذكروا المنمر اللي فز من عندي هون كان واقف هون لما كنت انشر بالحمام؟ هاي هسه اجى، شايفينه؟ هاي سبحان الله يا اخوان. خلص يا عمي إن نصيب فيه، خلص هاي اجى هون. طبعا يا اخوان ضيعنا امبارح الريحاني، فزت الحمام والريحاني فز وما رجعش، والحمد لله هاي المنمر رجع. هاي شايفينه يا اخوان، طلع ميت ميت عطش، بس مش حساب حاله يفز هسه. طبعا يا اخوان سبحان الله، خلص نصيبنا يجي ويرجع على السطح واموره الحمد لله تمام. هسه هذا هيك اعتبره قوي يا اخوان، هذا اعتبره قوي السطح، بده يحبس بده يفوت. انا اليوم ما كنت انزل حلقة، بس انا اول ما جيت على السطح وصلت على الساعة تقريبا 3، لقيته على الرفصة. اول ما طلعت فز، حكيت خلص شكله مش راح يرجع. طلعت الحمامات ولا سبحان الله فيش بعد نص ساعة ساعة ولا هو جاي، اقسم بالله يا اخوان. اول ما اجى صورت. انا ما كنت اصور اليوم وما بدي انزل حلقة، وطبعا اول شيء خلينا نكسر الصلاة على النبي وجمعة مباركة على الجميع، والله يجعلها ايام فضيلة يا رب. خليكم معي خليكم اخواننا، نشوف شو وضعه. جوعان الطير من جوعان، بشوف شو وضعه. والله يا اخوان ميت ميت جوع. سبحان الله يا اخوان، يعني نصيبنا خلص، نصيبنا الحمد لله. طبعا ضيعنا الريحاني والحمد لله على كل شيء، وربنا بيعوضنا ان شاء الله يا اخوان. ان شاء الله تتعوض ان شاء الله. الله يجعلها ايام خير وبركه علينا وعليكم. وحلقتنا راح تكون اليوم سريعه لانه انا ما كنت ناوي اصور، بس سبحان الله برجعة المنمر حكينا خلينا نصور حلقه خفيفه لطيفه ونظيفه ان شاء الله. والله يسعد مساكم وجمعة مباركة على الجميع، والله يجعلها أيام فضيلة وأيام خير وبركة إن شاء الله. هيك المنمر يا إخوان أموره تمام خلص، طالما غاب يومين، والله شو يومين، والله أكثر من يومين، والله في أكثر يمكن 3 أيام. والله فيها 3 أيام. إن شاء الله يا إخوان الريحان يسويها ويرجع. فإن شاء الله هيك أمورنا تمام. وخلينا ناخذكم هسه لفة على الزقات، شو صار، شو الدمار اللي صار عندنا بالزق، شو الوضع. خليكم معي. طبعا يا اخوان زي ما انتم عارفين ركبنا الجواز هذول الجداد، هي العبسي على الشفراي. وبتعرفوا انه النور الاسود على المطبعة، والزواجر هذول نقلتهم هون هي. وطبعا هذول، هاي الطيرة بطلت تقعد على البيض، كبينا البيض طلع خلص خربان لانه مش قاعد عليه صار له يومين. هاي امورهم تمام، قاعدين وضعهم لوز. طبعا يا اخوان ركبنا كمان تركيبة خليهم، مش راح احكي لكم اياها بعدين، بس نشوف فراخ خلنا نحكي لكم شو هن. هو بين طرفه. طبعا هذول بيضات امورهم تمام، دبليات بيضات امورهن تمام ان شاء الله. والبولنديات انا ما بدي اضايقهن لانه حسيت انه هذول قد ما نظفت عليهن، حسيت انه مشان هيك بطلوا يقعدوا على البيض، مع انه هذول كل يوم بنظف عليهن زي هذول. يا اخوانا في عادي لازم انظف، ما بعرفش خلص، بعرفش اقعد اذا السطح مش منظف. طبعا يا اخوان ان شاء الله الامور طيبه والوضع لوز ان شاء الله. ورجع الغالي، رجع والله انك زقرت اقسم بالله يا اخوان. هو يا دوب تنشر يومين 3 ايام. شايفين يا اخوان لما احكي لكم نشروا الطير ما تستعجل على كشه، نشره كويس. حتى لو طلعته جوعان وبدك تكشه على جوع يا اخوان، نشر الطير، والله التنشير للطير منيح. كل ما نشرته كل ما كسبته اكثر. الريحان ان شاء الله يا اخوان برجع ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بس تتحسن الامور ان شاء الله بنجيب لنا 15 حبه 20 حبه 10 حبات، الله اعلم حسب ان شاء الله. بس الامور تتحسن شوي، الوضع يتحسن، وان شاء الله بننتج من عندنا وبنطلع فراخنا وبنحتاج لا نشتري ولا نجيبش ان شاء الله. وان شاء الله الامور طيبه يا اخوان، وشدوا لنا بالهمه يا اخوان، مش ضايل شيء على 2000 يا اخوان، والله ما هو ضايل شيء. واخوان اللي مش مشترك في القناه يا شباب يشترك فضلا وليس امرا. وتحياتنا
اخونا احمد السوري حبيب القلب، والله ما قصر امبارح، نشرنا على المنتدى كمان. حبيب القلب والله ما قصر، ويخلف على الجميع ويخلف على كل واحد ما قصر. ان شاء الله هيك يا شباب حتكون حلقتنا خفيفة بمناسبة رجعت المنمر. طبعا خسرنا طير بس الحمد لله ربنا يعني عوضنا ورجعنا المنمر، يعني الحمد لله نصيبنا. وان شاء الله شباب هيك حلقتنا بتنتهي، وان شاء الله خليكم معانا وتابعونا لكل يوم جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.